انا عارف يعني ايه تصحى كل يوم تبص للكتب وتحس انك مش طايق شكلها. تحاول تفتح الكشكول عشان تذاكر تلاقي نفسك ماسك التليفون. تحاول تذاكر بس جواك صوت بيقولك ليه تذاكر؟ هو انا اصلا بحب ده؟ انا مش حاسس باي شغف. بس اسمعني، الفيديو ده ليك. انا مش جاي النهارده اقولك كام جمله محفوظه، ولا جاي اقولك شد حيلك. جاي اقولك ازاي تذاكر رغم انك مش حابب، رغم انك ما عندكش اي شغف وتعبان ومش شايف اي نهايه واضحه. فياريت تكمل الفيديو للاخر لانه ممكن يغير كل حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة رحلة الإنتاجية. أول حاجة لازم نقولها بصراحة إن الشغف ده وهم لو اعتمدت عليه بس. أيوة، الشغف بيجي أوقات وأوقات لأ، زي المزاج بالظبط. ساعات بتلاقي نفسك عندك مزاج تذاكر، وساعات بتلاقي مفيش أي مزاج إنك تذاكر. لكن النجاح ده محتاج التزام، مش وقت ما تحس إنك عايز تذاكر هتذاكر، وقت ما تحسش إنك مش عايز تذاكر مش هتذاكر. فاكر أول يوم في السنة الجديدة كنت متحمس تذاكر إزاي؟ رحت وجبت قلم جديدة وهايلايتس جديد وستيك نوتس جديدة، وبدأت بحماس وابتديت تجهز عشان تذاكر. لكن بعد كده اللي حصل، كل الحماس ده راح. عارف ليه؟ لأنك كنت معتمد على الحماس مش معتمد على العادة. الشغف والحماس ممكن يكونوا هما الشرارة انك تبدأ، ولكن الانضباط والاستمرارية هما دولة البنزين اللي بيخلوا العربية تمشي لحد اخر الطريق. ففي فرق كبير بين انك تحب اللي بتعمله وانك تفهم ليه بتعمله. ممكن تكون مش بتحب الدراسة، لكن بتحب مستقبلك، بتحب تكون شخص مستقل، بتحب تفرح اهلك، بتحب تشوف نفسك انسان ناجح. يعني خلينا نفكر كده، هل انا بذاكر عشان استمتع ولا بذاكر عشان اوصل؟ الناس اللي بتنجح مش دايما كانوا بيحبوا الرحلة، لكن عارفين طريقهم يوصلهم لفين. مثال بسيط، لو واحد نفسه يخس، هل لازم يستمتع بالتمرين والاكل الصحي؟ اكيد لا، بس لو فهم هو بيعمل ده ليه هيكمل الاخر حتى لو مش مبسوط. كذلك الموضوع مع المذاكرة، انت مش بتذاكر عشان تستمتع بالمذاكرة، انت بتذاكر عشان توصل للهدف اللي انت حطيته. ففي فرق كبير بين انك تحب اللي انت بتعمله وانك تفهم ليه بتعمله. بس تعالى بقى نخش في الجد شوية، ازاي تذاكر وانت اصلا مش حابب؟ هقول لك خطوات واضحة حاول انك تطبقها وهتحس بفرق كبير. الخطوة الاولى، ابني روتين ثابت. حدد وقت ثابت يوميا للمذاكرة حتى لو مش هتذاكر كتير. عارف الخطوة دي بالذات لو طبقتها هتفيدك جدا، لانك لما تذاكر كل يوم في نفس الوقت هتبتدي تبني عادة. ولو المذاكرة بقت عادة عندك مش هتواجه صعوبة خالص في المذاكرة بعد كده، لانك بعد كده في الايام اللي جاية اول ما يجي وقت مذاكرتك هتلاقي نفسك تلقائي بتقعد علشان تذاكر، لان ده الوقت اللي عقلك ترجمه انك بتذاكر فيه، فانت عودت جسمك وعقلك على كده. اما الخطوة التانية، خصص مكان للمذاكرة. اي زاوية عندك في الاوضة خصصها تكون ده مكان المذاكرة، وكل ما تيجي تذاكر ذاكر في الزاوية دي علشان عقلك يترجم ان ده مكان المذاكرة. فبالتالي بعد كده لما تقعد في المكان ده هتحس نفسك انك عايز تذاكر، لان خلاص عقلك اتسيستم على كده. الخطوتين اللي انا قلتهم لك دولت خطوتين مهمين جدا جدا، بناء روتين ثابت وتخصيص مكان المذاكرة. عارف ليه؟ لان الغرض من الخطوتين دولت انك تحول المذاكرة من حاجة بتعملها وقت الشغف والحماس لعادة عندك بتعملها باستمرار. فسواء في شغف او مفيش، طالما العادة اتبنت هتذاكر. فبكده هتكون المذاكرة ما بقتش تعتمد على الشغف، دي بقت عادة عندك، وده هو المطلوب. نيجي بعد كده على الخطوة الثالثة، وهي ما تستناش لما تبقى فايق. في قاعدة بتقول ان العمل بيولد الدافع وليس العكس، بمعنى انك اول ما تبدأ في المذاكرة الدافع هيجي، لكن انت ما تستناش الدافع علشان تبدأ مذاكرة، لان الدافع نادر جدا لما بيجي. فهتقعد تستناه طول اليوم وفي الاخر مش هتذاكر برضه. حتى لو بدأت غصب عنك وانت مالكش نفس تذاكر خالص، هتتفاجئ قد ايه الموضوع بيبقى اسهل لما بتبدأ فعلا. اغلب الناس بيستنوا اللحظة اللي بيكونوا فيها متحمسين، بس ده وهم زي ما قلت لك، لان اللحظه دي ما بتجيش غير نادر جدا. اول ما بتبتدي المذاكره غصب عنك وانت مالكش نفس تذاكر، المخ بيبدا يفرز دوبامين يساعدك على الاستمراريه في المذاكره. فبعد 5 دقايق ممكن تلاقي نفسك اندمجت في المذاكره. بس لو استنيت الحماس ممكن تستنى اليوم كله وفي الاخر ما تبدا. والكلام ده بينطبق عليه قاعده الدقيقتين اللي اتكلمنا عليها في فيديو التسويف. لما تقنع دماغك انك هتذاكر دقيقتين بس، ده هيساعدك انك تتغلب على المقاومه اللي في بدايه المذاكره، ولكن بعد كده هتلاقي نفسك اندمجت في المذاكره وبتذاكر وانت مش واخد بالك. فالغرض من القاعده انك تتغلب على المقاومه اللي في البدايه. الخطوه الرابعه بقى يا صديقي، راجع تقدمك. من وقت للتاني اقعد مع نفسك وعلم على اللي انت ذاكرته وانتهيت منه. كونك بتعلم على كل اللي انت خلصته ده هيشجعك انك تكمل وهيحفزك انك تستمر. فالاربع خطوات دولت لو طبقتهم مع المذاكره هتلاقي مستواك راح في حته تانية. ومن وقت للتاني اتفرج على فيديوهات تحفيزيه، حفز نفسك باستمرار عشان تذاكر. تابع ناس بتشارك يوم الدراسه على اليوتيوب، ده هيحفزك انك تذاكر. وعشان احفزكم برضه انكم تذاكروا عملت لكم سلسله اسمها فلوجات مذاكره موجوده على القناه، ده تحفزك انك تذاكر. انا نفسي ساعات بسمعها علشان احفز نفسي ان انا اذاكر. وفي النهايه مفيش حاجه اسمها انا مش بنجح او انا مش بذاكر عشان ما عنديش شغف او ما عنديش حماس. النجاح مش محتاج احساس، النجاح محتاج فعل. ابدا باي قدر وكمل باي نتيجه،
انت تقدر حتى لو عقلك لسه مش مقتنع لحد دلوقتي. يا عم ما تذاكرش مذاكره مثاليه، ذاكر حاجه بسيطه بس استمر عليها. لو الفيديو ده شجعك سيب لي تعليق وشاركه مع زمايلك علشان نساعد بعض نكمل رحله الانتاجيه. لو وصلت لنهايه الفيديو اكتب في التعليقات، هبدا من دلوقتي علشان نعرف مين اللي كمل معانا لنهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.